5 أفكار مهمة تخلي ابنك بيهم يستوعب قد إيه الدراسة دي حاجة مهمة ويتشجع عليها. الفكرة الأولى، لازم نقول له إن الوقت ما رقم 1 إن الوقت ما بيستناش حد. يعني أنت دلوقتي لو فضلت تضيّع في وقتك، دي فترة الدراسة محددة، كام شهر، كام سنة، لو فضلت طول الوقت تضيّعهم، الحقيقة إن الوقت هيجري وهيعدّي، وهتبُص تلاقي في وقت من الأوقات أصحابك اللي كانوا معاك بقوا في مكان تاني خالص، وفي وضع تاني خالص وأنت محلك سر. ساعتها هتُقف وتقول اشمعنى هُم بقوا كده وأنا محلك سر؟ لإنك أنت ما عملتش أي مجهود، لإنك أنت ضيّعت الوقت والوقت ما بيستناش حد. رقم 2، إن لمّا بنطالبك في فترة الدراسة اللي هي الإعدادية، الثانوية، الجامعة، أيًا كان هي محددة في النهاية إنك تبذل مجهود، لازم تعرف إن ده مش اختيار، ده حاجة لازم تعملها. ليه لازم تعملها؟ لإن أنت دلوقتي لو ما بذلتش مجهود أثناء الدراسة، اللي هيحصل إن أنت هتطلع غير مؤهل لأي حاجة أو ما عندكش مهارات حاجات كتيرة. ففي الحياة وفي سوق العمل هتلاقي نفسك محتاج تبذل مجهود أضعاف وأضعاف اللي أنت كنت هتبذله في الدراسة. على الأقل في الدراسة كنت بتلاقي أهلك جنبك، مامتك داخلة لك بكوباية العصير والساندوتش، لكن دلوقتي هتبقى في سوق العمل ولا في حد واقف جنبك ولا في يعني دعم غير من نفسك. فحاول تعرف إن المجهود دلوقتي وأنت بتذاكر أرحم كتير من مجهودك قدام وأنت واحد من غير أي مهارات أو تميز. رقم 3، مفيش أي حاجة ببلاش، أو بمعنى أصح كده العالم حواليك مش هو والدتك اللي أنت ممكن تتخانقوا الصبح وتصالحك بالليل. لا، العالم أصعب شوية. العالم ما بيقدم لناش أي حاجة ببلاش، يعني التقدير، الاحترام، المكانة المادية والاجتماعية ما بتجيش من غير تعب ومجهود. أول خطوة في التعب والمجهود ده هي دلوقتي اللي أنت فيه في المدرسة من أول ابتدائي لحد جامعة. كل ما هتكون أنت بتتعب أكتر فأنت بتوفر قدام خطوة على نفسك. ففي اللحظة دي لازم تعرف إن تعبك دلوقتي هيتقدر قدام، وإن زي ما قلت لك دلوقتي في ناس بتدعمك قدام مش هتلاقي حد يدعمك بنفس الوقت. وإن الاحترام والتقدير والوضع المادي والاجتماعي ما بيتقدمش لأي حد كده وخلاص، إلا لازم يكون تعب قبل كده. علشان كده مذاكرتك دلوقتي هي الخطوة الأولى اللي بتحطها، بتقول للعالم أنا أهو تعبت عشان أستحق الحاجات اللي بعد كده. في الحقيقة لما بنطالب أولادنا إن هم يذاكروا بيكون عندهم ردود مثلا زي يعني إيه المواد اللي إحنا بنقعد ناخدها كتير دي؟ ليه أخد كل الرياضة دي وكل العربي ده وكل الإنجليش ده؟ الحقيقة إن ممكن يكون لحد ما عندهم حق إن الكورسز بتاع كل مادة بقت كتير. بس الفكرة اللي عايزة أقولها لأولادنا إن العبرة أبدا مش بالمواد دي. يعني إحنا ما بنطلعش من المدارس فاكرين كل الفيزياء وكل الرياضة وكل الحاجات اللي خدناها، لكن التعليم في حد ذاته هو باب بيفتح لك على المعرفة، إنك تشوف أنواع كتير من المعرفة وتقرر أنت إيه الحاجة اللي أنت بتحبها. حاجة مهمة كمان إن التعليم ده أيًا كان بقى أنت بتحفظ المواد كلها أو لأ، هو في حد ذاته بيعلمك إزاي تتكلم، إزاي تفكر، إزاي تحل مشاكلك. أعطيك كمان قوة إنك تعتمد على نفسك مش تعتمد على الآخرين. فأنت ما تفكرش إن أنا باحفظ شوية دراسات وشوية عربي وإنجليش ورياضة عشان هم دول اللي هينفعوني، لأ، ده اللي أنت اتعلمت منهم طريقة التفكير، طريقة الكلام، علموك تبقى في مستوى معين. هو ده الحاجة اللي بتتبقى لك فعلا من التعليم لما تذاكر وتجتهد بشكل كويس. رقم 5 هي إنك لازم تعتبر إن فترة الدراسة دي هي فترة تحضير، بتحضر فيها نفسك للي جاي. أنت مش مطلوب منك تبقى عالم وملم بكل المواد، علمية وأدبية ولانجوج وغيره، لا، أنت بتحضر نفسك عشان في النهاية هتعرف أنت ناجح في إيه لما بتتخصص بعد كده في جامعة أو وبتدخل مجال محدد. أنت في الحالة دي اتقانك للمواد دي هو اللي بيخليك بعد كده تبقى شخص مميز. التميز ده هو اللي بيفرق حد عن التاني. الجامعات كل يوم بتخرج أعداد كبيرة جدا. الوظائف ما بتبقاش محتاجة حد عادي. سوق العمل والحياة العملية محتاجة حد عنده مهارات، عنده خبرات، عنده سكيلز، وكمان يكون مميز. يعني تعتبر نفسك كده ان انا لما اتحط في مكان اولا لازم اكون مميز،
ثانيا ما يعرفوش يستبدلوني بسهولة، يعني مش يجيبوا أي حد مكاني يسد مكاني. لو أنت بقيت الشخص ده فأنت كده هتبقى ناجح. كل ده حصل إمتى؟ حصل وأنت بتحضر طول سنين دراستك. صدقني بتفرق جدا اللي كان مجتهد في دراسته عن اللي كان مكبر دماغه. بتفرق هنا في ان ده بيبقى مميز في مهنته، وده بيبقى شخص عادي جدا في مهنته. حاجه بقى نقولها للطالب، انك انت اعتبر ان فتره الدراسه دي ايا كانت هي بتبقى صعبه عليك، هي فتره وبتعدي. بس لما بتعدي بتعدي ازاي، وان بعدها حياتك كلها تقريبا بتتحدد. ما انت من خلال دراستك بعد كده بيتحكم فيك هتشتغل ايه، هتقابل مين، شغلك ده هتقابل مين، هتتعامل مع مين، هتسافر اماكن ايه. تقريبا دايره حياتك كلها بتتشكل من خلال دراستك ومن خلال عملك. فالمسألة بص الأبعد من اللحظة اللي انت فيها دلوقتي، وان انت الدراسة تقيلة عليك. بص ان انت كلها وقت وهيعدي، وهتلاقي نفسك في اماكن كتيرة احسن. والاب او الام اللي بيطلبوا منك الكلام ده هما في الحقيقة بيبقوا نفسهم لما يجي اليوم ده اللي هم عندهم خبرة ومروا بيه قبل كده، ما تبقاش حاسس انك اقل من اي حد، وما يبقاش حاسين ان هم زعلانين عليك، لا يبقوا فخورين بيك جدا. فعشان كده هم من دلوقتي، من وانت لسه طالب في ابتدائي او اعدادي او ثانوي او جامعه، يقولوا لك ذاكر عشان لما اليوم ده يجي تبقى انت فرحان ومبسوط. هو بس سؤال بسيط احنا ممكن نساله لاي طالب. لو انا قلت لك انت دلوقتي في الدراسه ما تذاكرش، طب هتعمل ايه؟ هتعمل ولا حاجه. وتأكد ان اللي هيقضي فترة دراسته بيعمل ولا حاجة، قدام هيطلع ولا حاجة. وده طبعا احنا ما نحبوش لولادنا، نحبهم دايما يبقوا احسن حاجة. اتمنى الفيديو كان عجبكم، وتعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، وتشاركوه مع اصحابكم. واتمنى الحلقة تكون عجبتكم.